كاين واحد الاقبال كبير على البرنامج الثقافي ديال ايدي الناير. تنتمناو هذه السنه نزيدوا نطوروا من الانشطه ونزيدوا نعطيو الفرجه اكثر ويكون الرواج اكثر للناس اللي كيجيو واللي كينتظروا هذه الاحتفاليه بالسنه الامازيغيه اللي كتمتد على مدى يعني 5 ايام. هذه الدوره اللي الجايه هو ان شاء الله دعوه لجميع الساكنه ديال مدينه اكادير بما فيهم طلبه المدارس والمدارس الحكوميه والمدارس الخاصه ان يجيو ونعطيو اللباس اليوم ديال اللباس الامازيغي في مدينه اكادير في لاكورنيش ديال اكادير اللي غادي يتم فيه عرس امازيغي كبير، وبالتالي غادي يكون يعني فقرات تنشيطيه كبيره، فقرات ديال الموسيقى يعني الموسيقى نحواش ولا الموسيقى نشلحيت ان شاء الله اللي قدرنا كان يعني الجمعيات المجموعه نتغجشت اللي رديشك من تغجشت باش تنشط المساله يد. اذا العرس الامازيغي راهي تنطلقيه المسافه يمقرن شويه، وكنتمناو هذه دعوه للساكنه ديال مدينه اكادير انه يستجبوا ويجيو ويحضروا معنا باش ندوزوا هذه الايامات ان شاء الله. اذا تنتمناو هذه السنه تكون سنه فرح، سنه الخير والهنا على الساكنه اكادير وعلى الامازيغيين والمغاربه، وتنتمناو الرقي والازدهار للمدينه ديالنا والتمازير ينصر ربي اقليد افلاس يعفو ربي. نتمنى السنه الخير لهنا يكون لجميع يعني المغاربه والامازيغيين. شكرا. دونك الحسين بويعقوبي منسق الآلية التشاركية لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بجامعة أكادير في إطار البرامج أو البرنامج الذي أعدته جامعة أكادير للاحتفال برأس السنة الأمازيغية 2975. تمت برمجة ندوتين علميتين هامتين. الندوة الأولى في موضوع الأمازيغية في المغرب على ضوء إحصاء 2024، خاصة وأن الرقم المعلن عنه رسميا اللي هو 24.8% كعدد الناطقين بالأمازيغية في المغرب رقم أثار الكثير من النقاش والكثير من المداد، والجميع يشكك في هذا الرقم، وبالتالي أردنا أن نجعل من يعني الأرقام المعلنة عنها في الإحصاء موضوع للتفكير وموضوع لنقاش عمومي. سيشارك في هذه الندوة الأستاذ سعيد بنيس من جامعة محمد الخامس بالرباط، الأستاذ أحمد رحموش محامي وفاعل حقوقي، وأيضا الأستاذ محمد أمجار اللي هو رئيس منظمة تمينوت. الندوة الثانية تنظمها الجماعة بشراكة مع جمعية الجامعة الصيفية في موضوع الإبداع والإنتاج السمعي البصري والسينمائي الأمازيغي بمشاركة أساتذة أيضا مهتمين وملمين بهذا الموضوع، الأستاذ أحمد عصيد، الأستاذة لطيفة أحرار، الأستاذ عبد الله الطالب علي اللي هو مدير القناة الأمازيغية، وأيضا الأستاذة ملكة بوطالب.